السلام عليكم وتحياتي لكم جميعا. عرفتي كنصبر حتى كنعيا وكيخرجني هاد خالد ياسين عن الطوع ديالي. تكلم في الملف ديال الطاس وعلى ان المغرب خسر الملف في الطاس بسبب التاخير ديال عدم وضع الملف. دابا كيتكلم على قدوم بوعدي للمنتخب، وكنعرفوا انه دارت واحد الحرب طاحنه بين فرنسا والمغرب على بوعدي، واللي بالمناسبه مشكورين الاخوان المسؤولين ولا الناس اللي داروا التواصل اللي قنعوا بوعدي بحمل القميص الوطني. وانا رغم انني انا اختلف مع هذا الطرح، حيت لي مغربي غيلبي النداء بلا حزاره، لكن الوضعيه ديال بوعدي كانت استثناء، وكانت ضغوط فرنسيه كبيره، واللي ديجا تكلمت على بوعدي واحد 3 شهور هادي. قلت لكم فرنسا ستتنازل عن بوعدي للمغرب، وكنت دخلتها في واحد القراءه سياسيه. وكثير منكم قبل ما نسمعكم خالد ياسين حتى لا ادخل في التحليل، دابا غير في هذه الظرفيه او دي خالد ياسين، عندي لك غير سؤال واحد: هل انت فعلا مغربي؟ ماشي بالوراق ولا باللهجه، ولا اتكلم عن الجينات، غنسمعكم شنو قال. لماذا اختار المنتخب المغربي؟ هل اختاره عن قناعة؟ هل في نهاية المطاف كل هذه الشهور التي مرت كانت ضرورية للاعب ليفكر ويحلل ويقيم الأمور ويختار الاختيار المناسب له؟ أم أن هناك ظروف أخرى هي التي جعلته، أو حتى نكون واضحين، دفعته إلى هذا الخيار الثاني؟ الكل كان ينتظر لائحة المنتخب الفرنسي التي سيعلن عنها ديدي ديشان. بعد أن كشف ديدي ديشان عن لائحته، هنا غنوقف عاد نرجع نكمل. شوفوا الخطوره هنا الاخوان والخبث. اش كيقول هنا يا خالد ياسين؟ كيقول لك لماذا اختار بوعدي المنتخب المغربي؟ هل كانت ظروف اخرى دفعت بوعدي الى اختيار المغرب؟ اهمها ان اللاعب باغي يلعب كاس العالم. يعني كيقول وكيسوق لينا بخبث على ان بوعدي حتى تاكد يقينا انه لا توجد مكان له في المنتخب الفرنسي، وان ديدي ديشون ما كونفوكاش في اللائحه الموسعه ديال 60 لاعب، وان هاد اللاعب دارنا غير طريق باش يلعب كاس العالم. وتذكروا كلامي جيدا ان هاد الحرب هذه اللي كيقودها خالد ياسين غير طال بزاف ديال المنابر، وغادي تكون فيها هجمات خطيره على اللاعب بوعدي، اللي كنتمنى انه يتفوق ويثبت الجداره ديالو ويخرج الافواه. حيت هاد خالد ياسين عنده ذاكره السمك، وكان هو من اكبر المحاربين للركراكي، وكان من المطالبين ومن الذين يقولون ان سفيان امرابط انتهت مهمته في المنتخب وخصنا بديل. لنفرض جدلا اودي السي خالد ياسين ان هذه القراءه ديالك صحيحه وانه تسدت عليه الابواب، فراه يونس فنايل العناوي داز من نفس المرحله، واليوم نقدر نقول لك انه من النجوم الثلاث الاولى داخل المنتخب الوطني المغربي بعد حكيمي وبونو. كيجي العناوي كلاعب رقم 3 في القائمه الاوليه ديال المنتخب الوطني المغربي، والعناوي جر نعام. فإلا كان هو ماشي قد المنتخب الفرنسي، هاد العناوي اللي كتهضر عليه، الا كان هو مثلا لعاب ما كايناش بلاصتو في فرنسا، كاين لي كرون كاليبر عليه، وانا غادي نجي الكلام ديشون. فراه الا كان النيفو طالع عليه والبرا عاليه في فرنسا،
ففي المنتخب محتاجين ليه، لان عندنا لي زيليمون اللي ما كاينينش اللي خصهم هذاك الربط، خصوصا انهم من بعد المونديال بزاف د اللاعبين غتسالي المسيره الكرويه ديالهم مع المنتخب، واللي غيلتحقوا واللي غيشدوا الخلف ديالهم اللي غيريكيبيريو هما لعابه لابطال العالم في الشيلي ديال اقل من 20 سنه. وبوعدي في هذا السن بشخصيه وبكاريزما القائد مع نايل العناوي ومع بلال الخنوس ومع حكيمي، فهذا هو المنتخب المتجانس. وحنا كنتكلموا رياضيا هنا كنتكلموا رياضيا، وانت كاختصاص في الرياضه وفي القراءه باش يبقى الفريق ديما عندك حي وتحيد اللي نقص وتجيب لي مزيان وتبقى تلعب على لي تيتر ولي شامبيون، خصك دير بحال هكا. خذ نموذج ديال البرازيل، بطل العالم في 94، فيناليست في 98، شامبيون في 2002، وشوف اللاعبين وشوف كيفاش كانوا كيريكيبيريو الفرق. 94 كان راي مع بيبيطو مع دونغا مع طافاريل مع روماريو. في 98 شفنا ريفالدو روبرتو كارلوس ورونالدو داليما، هادو اللي كانوا في الرون بلاصو ديال 94. واللي بقى من 94 ل 98 بيبيطو وبعض اللاعبين هما اللي جاو في 2002 واكتملت الجماليه ديال البرازيل اللي سحرات العالم انذاك. هادشي كبير عليك انت ما كتفهمش فيه في هذا الباب ملي كتجه تجاه المغرب. نسمعوا شنو غيقول لنا على ديشام. كان هناك تأكيد رسمي على أن اسم أيوب بوعدي ليس موجودا في هذه اللائحة. دابا هو كيقول لك عنده مصادره على ان ديشام في اللائحه الموسعه ما حطش بوعدي. وهنا نبغي نسولك سؤال عكسي، وباش عرف وهبي ان بوعدي غيوافق وحطو في اللائحه الموسعه؟ وعلاش الاعلام الفرنسي كان دار واحد الحرب على المغرب بسبب بوعدي، ودخل فيها زيدان وسمعنا لاعبين كبار كيهضروا، صحفيين مختصين اللي انت تخدم عندهم تلميذ فرنسيين، دار واحد لابريسيون على المغرب ماشي على ديشام باش يجي، وتوجهات ليه الدعوه ديال ديشام ورفضها. هو نفس الشيء اللي تكلمتي فيه على الملف ديال الطاس، كيف صدرتي حكم دابا انت وما كتعرفش شكون اللائحه الموسعه اللي حط ديشام، شكون هما الاسماء اللي في اللائحه الموسعه اللي حط ديشام، وما كاينش دليل على ما قولت ديشام اياه على ان ديشام قال انا كنحتار في الاختيار في هذاك المركز، وكنعرفوا لاعبين على الاصابع واللي حاليا كيمروا من ظروف صعبه مع فروقهم من مستويات ماشي هي هادي، وكنعرفوا فرنسا والاصابات والكثير من هذه الامور. هو نفس الاسقاط اللي درتيه يوم وضع المغرب الملف ديالو في الطاس، ولا زلت متشبتا على ان السنغال بطلة افريقيا. تحديت المغرب والمغاربه والكاف والعالم تحت ذريعه خالف تعرف. حنا ما كنتكلموش، حنا من اليوم ما كنتكلموش خليل، ما كنتكلموش على لاعب كرة قدم، حنا كنتكلموا على جالية مغربية يعتبرهم جلالة الملك سفراء للمغرب، وكنشوفوهم حنا المغاربة انهم سفراء للمغرب. وإلا شفتي البي بي ديال الدولة كتلقى ان الجالية تحول اموال اكثر من المكتب الشريف للفوسفات.
وأن للأسف كاينين بعض الناس في الجالية اللي بعاد شوية على الوطن، واللي ربما أن الأبناء ديالهم ما ترباوش على مواطنة صحيحة، وأن اختيار الإسبانيا ولا الهولندا ولا بلجيكا ولا الألمانيا ولا الفرنسا ما كيحطوش في ميزان الارتباط بالوطن. وإلا كان كتحط انت بوعدي من هذا الجانب، فكنقول لك راه هذه فرصة أننا نكونوا حنا كمغاربة ندعي الوطنية وانت واحد منهم، أننا نشجعوا هذوك الوليدات وهذوك العائلات ونحسوهم بمسؤولية الوطن والمواطن، ونزرعوا فيهم الجينات ديال المغرب اللي هي أصلا فيهم، ولكن تفتقد للحماسة، ونكونوا حنا ديك الشرارة اللي تعطي الحماس ديال العودة للوطن. حتى نايل العناوي فاش كسر عليه اللغط خرج الأب ديالو يونس العناوي قال نايل سيمثل المغرب فقط، بل هو يحتاج شيئا من الوقت. يعد راسو نفسيا، يعد راسو في رسم المسار الكروي، لأنه غيتغير بتغيير الانتماء. ربما هاد الحيثيات ما كتدخلهاش انت في الميزان. فوقاش غادي نكون ساخط انا هو ملي يمشي واحد اللعاب لواحد الفريق في حرب بحال هاد الحرب ديال بوعدي، ومن بعد يفشل ويحاول يرجع للمغرب كقضية منير الحدادي والتصريحات ديال مو، وشفنا بزاف ديال الحوايج. فهنا في هذه الحالة لا يمكن لي أن أتكلم معك، بل سأدعمك. وأنا درت هذا الفيديو هذا وعنونته أو سأختار له عنوانا: هل أنت مغربي يا خالد ياسين؟ فإذا كنت مغربي، وهذه كلمة ختامية، فانظر من منظور أنك مغربي غيور عن هذه الأرض، بدل النظر من منظور تصفية حسابات مع أشخاص هم أكبر منك مقاما ونتائج حققوها سيذكرها التاريخ. صراعك مع فوزي القجع كصراع يختل فيه الميزان، فلا يمكن أن نضعك ندا لفوزي القجع بقدر ما أننا سننظر إليك من منظور الحاقد على تطور بلده ونجاحه. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لك خالد ياسين مهما كانت الظروف، ولكن عد إلى وطنك وعد إلى أصلك. تحياتي.